رسميا الهلال يحسم صفقة محلية. راموس يصدم الاتحاد. النصر يفاجئ سلطان الغنام. الأهلي يضم فراس لبركان رسميا. الاتفاق يحدد سعر بيع الغامدي للأهلي. السلام عليكم جماهير الكرة السعودية، وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة كرة سعودية. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أعلن نادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي فراس لبركان قادما من صفوف الفتح. وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر: العازف فراس لبركان أهلاوي لمدة 5 سنوات، وكان لبركان قد شارك في خماسية فريق سابق الفتح التي فاز بها على الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء. وأعلن نادي الفتح في يونيو حزيران الماضي تجديد عقد لبركان حتى صيف 2028. من جهتها أصدرت إدارة الفتح بيانا لتوضيح ملابسات انتقال فراس لبركان إلى أهل جدة. وقال الفتح في البيان: يؤكد مجلس الإدارة أن لبركان حظي بدعم جميع الفتحاويين وسط حرص كبير على إبقائه ضمن صفوف الفريق وتوفير كافة الأجواء له من أجل مواصلة رحلة التألق التي بدأها في الفتح. وتوجه بأن يكون المهاجم الأول للمنتخب السعودي. وأوضح بعد عودة اللاعب من مونديال قطر حريصة الإدارة على تجديد عقده لمدة 5 سنوات بقيمة عقد يعتبر هو الأعلى للاعب سعودي في تاريخ النادي، مع إصرار اللاعب ووكيل أعماله بوجود شرط كسر عقد، رغم أن إدارة الفتح لا تفضل وجود مثل هذه الشروط بعقود اللاعبين، ولكن حرصا منها على الإبقاء على نجوم الفريق وافقت على هذا الشرط. وواصل: مع رحلة التحول التي تشهدها الرياضة السعودية والانتقالات التي تتم برقم ضخمة، تفاجأت إدارة النادي بطلب اللاعب إنهاء تعاقده واستعداده لدفعه بند كسر العقد وسط إصرار منه على الرحيل قبل نهاية الفترة بأيام قليلة جدا. أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد ناصر الدوسري لاعب وسط الفريق الأول ليستمر بالقميص الأزرق فترة طويلة. ونشر حساب الهلال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو يتضمن هدف ناصر الدوسري الشهير في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا 2021. وأوضح النادي العاصمي أن الإدارة جددت عقد ناصر الدوسري ليبقى بقميص الموج الأزرق لمدة 4 سنوات قادمة، أي حتى صيف 2027. وتأتي خطوة تجديد عقد ناصر الدوسري صاحب 24 عاما كونه من العناصر المهمة في الكتيبة الزرقاء، حيث يجيد اللعب في مركزي الوسط والظهير الأيسر. وكان ناصر الدوسري قد صعد للعب للفريق الأول في موسم 2018-2019، ونجح اللاعب في جذب الأنظار بعدما قدم مستوى مميز سواء بمركزه الأساسي كلاعب وسط أو عندما تم الاستعانة به في مركز الظهير الأيسر لتغطية فترات غياب ياسر الشهراني. وشارك ناصر الدوسري في 124 مباراة مع فريق الهلال الأول لكرة القدم بكافة البطولات منذ تصعيده، وسجل اللاعب 4 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وذلك بحسب أرقامه بموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص في الإحصائيات الرياضية. يبدو بأن نجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قد حول بوصلته تجاه ناديه الأسبق إشبيليا بعدما كان قريبا من الانضمام لاتحاد جدة السعودي. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي الاتحاد نجح في حسم صفقة التعاقد مع نجم الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة الرياضية أن راموس وقع للاتحاد لمدة موسمين من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الجداوي، وذلك مع تبقي 4 أيام فقط على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية. في المقابل قالت صحيفة ماركا الإسبانية مساء الأحد إنه بينما كان يستعد راموس للتوقيع لمدة 2 عام مع اتحاد جدة، تلقى ظهر أمس عرضا من إشبيليا الذي شهد ولادته كلاعب كرة قدم، وهو ما قلب الأمور رأسا على عقب. وأضافت الصحيفة: جاء عرض إشبيليا ليتجمد كل شيء فيما يخص التوقيع لاتحاد جدة، بينما وصلت المفاوضات مع إشبيليا إلى مراحلها النهائية ويتم التوقيع بالفعل على العقود حاليا.
وسيلعب راموس لإشبيليا لمدة موسم واحد مع أولوية تمديد لعام آخر مقابل راتب متواضع حسب ما ذكرت ماركا. وسيخضع راموس للكشف الطبي في النادي الأندلسي اليوم الاثنين ليبدأ رحلة جديدة مع كرة القدم في عمر 37 عاما، وقد تم حجز القميص رقم 4 له. وفي نفس السياق قال الصحفي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه على منصة إكس: إشبيليا توصل لاتفاق شفهي للتعاقد مع سيرجيو راموس. وأردف رومانو: راموس سيعود إلى إشبيليا بعد 18 عاما من الرحيل، حيث فضل النادي الإسباني على عروض الاتحاد وبشكتاش وجالاتا سراي. اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من تجديد عقد نجم الفريق سلطان الغنام، وذلك لتأمين بقائه فترة طويلة في ظل تقديمه مستويات مميزة. وبحسب مصادر سعودي 360 فإن نادي النصر قد تحرك بالفعل لتجديد عقد الظهير الأيمن سلطان الغنام واستمراره رفقة الفريق العاصمي. وقطعت إدارة النصر شوطا كبيرا من المفاوضات مع ظهير المخضرم سلطان الغنام صاحب 29 عاما لتجديد عقده والاستمرار في صفوف الفريق الكروي. ولا يزال سلطان الغنام محافظ على مكانه بمركز الظهير الأيسر في تشكيل النصر، وذلك في ظل تقديمه مستويات مميزة في المباريات التي يشارك فيها. ويتبقى موسم واحد في عقد سلطان الغنام مع النصر والممتد حتى 30 من يونيو 2024، وبالتالي فإن اللاعب سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال يناير المقبل، والتي يمكنه خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه. وكان سلطان الغنام قد لعب لناديي الزلفي والفيصلي قبل أن ينتقل لصفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018. ولعب سلطان الغنام مع فريق النصر منذ انضمامه للعالم 177 مباراة بكافة المسابقات، وسجل اللاعب خلالها 11 هدفا وصنع 22 تمريرة حاسمة لزملائه. انفجر يورجن كلوب مدرب ليفربول ضاحكا من فكرة ترك المصري محمد صلاح نجم الريدز خارج تشكيلة فريقه، وجاء ذلك على خلفية حصول صلاح على عروض مغرية من نادي الاتحاد السعودي. وسئل كلوب على هامش مباراة أستون فيلا إذا كان عليه أن يفكر في اختيار صلاح ضمن التشكيلة أم لا، ورد المدرب الألماني بالضحك قبل أن يقول: لم يكن علي فعل ذلك، إنها قصة إعلامية ولم تتحقق أبدا. وأضاف: لدي منضدة كبيرة في مكتبي والكثير من الأوراق وكمبيوتر محمول والأيباد، ولا شيء منهم مشغول بهذا النوع من الأخبار. واختتم: لدي الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب علي فعلها ولم نفكر حتى في ذلك. لقد كان لدى صلاح أسبوع تدريب جيد وعادي تماما، لم يكن هناك شيء من وجهة نظري للتفكير فيه. حدد مسؤولون الاتفاق السعودي سعر بيع فيصل الغامدي لاعب الفريق لمصلحة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط فإن إدارة نادي الاتفاق تريد الحصول على 57.5 مليون ريال سعودي من أجل بيع فيصل الغامدي للأهلي هذا الصيف. وأشارت الجريدة إلى أن إدارة نادي الاتفاق أبلغت نظيرتها في الأهلي بعدم الالتفات إلى أي عروض أقل من المبلغ المطلوب سابقا، ويضغط النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بفيصل الغامدي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسط تمسك الاتفاق باللاعب، ولن يرحل إلا بالمقابل المالي المذكور سلفا. تحدثت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن إمكانية رحيل الفرنسي بول بوجبا عن يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانتقال إلى الدوري السعودي إلى أحد ناديي جدة. أوضحت الصحيفة الإيطالية أن النادي الإيطالي حدد سعر بيع بوجبا مقابل 10 مليون يورو، ولا يمانع رحيله حتى يتخلص من الراتب الذي تقاضاه اللاعب، حيث يحصل على 8 مليون سنويا. وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى الأهلي أو الاتحاد، حيث قدم الراقي عرضا أكبر من عرض العميد لضم اللاعب بقيمة 150 مليون يورو يحصل عليها اللاعب مقابل 3 سنوات، في حين قدم الاتحاد عرضا بقيمة 100 مليون يورو لمدة 3 سنوات.